والنبي ده عيالي من جايين النهارده بنتي وجوزها وما عنديش اكل. وما شاء الله على مرات ابني عندها خير، الله اكبر. ده انا هاخد بقى حبه وهي بقى تتصرف. الله ده محشي كمان. ايه يا ماما بتعملي ايه؟ انت جيتي؟ معلش يا بتعملي بنتي، ايه؟ ده بنتي جايه هي وجوزها يفطروا عندي وانا ما عنديش اكل ومش قادره اروح اجيب. قلت انت عندك خير الله في التلاجة جبته. طب كنت قلتيلي كنت جبتلك معايا. معلش مش هيجري حاجه، انت ما شاء الله التلاجة الله ما اكبر انا عندك والله لو اهي. مش محتاجاهم هديهم لك، بس انا اخواتي وماما جايين وعايزه النهارده. اقول ايه، بصي وهنا في ما انا هعمله النهارده. لا يا ماما بقى بنتي ابدا، معلش انت بقى تصرفي مع اخواتك واهلك. طب والله كنت عرفتيني. لا كنت جبت معيش لك فلوس اجيب. طيب لا انا كنت جبت لك من معايا. لا ما حركش يا ابني، لا مش هتجيبي لي الحاجه اللي انت عايزاها وما عنديش عيش، خدت العيش كمان. لا يلا تعالي ما انا طلعي لي جايين بقيه الناس الحاجه. يفطروا عندي، ما جوش انت من اول اكلهم رمضان. اي حاجه يا ماما. طب انت كده هتحرجيني انا وابني. معلش ابني مش هيقول حاجه لما جوز اخته يجي ياكل هيقول لها يا ماشي عم. الكلام ده لو لا احنا يا مش ماما جاي لا عندنا اصبري ما حد. تعطلينيش بقى. طب يا ماما انا جايه. تعالي شيلي اللي بتاعت الكرنب دي طلعها لي بره يلا. طب انا جايه عندي ناس ماليش هعمل دعوه الحاجات دي النهاردة. وعايزه بسله. هنا في كل حاجه وقعت انت عينك فيها، خشي هاتي طلعي لي الحاجه يلا اللي انا يا عايزاها. ماما انا في ناس جايه عندي اطلع لك معلش. الحاجه ازاي انا هعملها عندك النهاردة. ياما اهو. مش ماشي انا هعمل اللي انت وانزلي اعملي لي المحشي عشان خاطر حنان وجوزها جايين. طب ما انا جايه عندي ضيوف، انت عارفه من امبارح ان انا قولوا لهم تعالوا بكره طب والحاجه اللي تفيد مني طلعها لهم. هاتي الورقه، طب هاتي ورقه ازاي المحشي الناس انا دي. قايله لهم تعالوا النهارده ودلوقتي خلاص ده دلوقتي. قول لهم حماتي عندها عزومه وما اقدرش اخليها طلب، يعني انا كلمتي تمشي عليك وعلى اهلك. هات المحشي ده وتعالي يلا ورايا. وفين التلاجة لا تبوظ، ده خيرات الله، اللهم صل على النبي على جوزك. الاهلي ايه شلايه طب اهلي. انا طب يعني كده احراج ليه انا مش وابني؟ احراج يا ماما. بصي تعالي اعملي لي الاكل وهم ياكلوا ويشربوا والحاجه اللي تفيد اكلها لهم بكره. يلا. يعني ازاي يعني الناس جايه عندي اكلها ده فرخه اهي، لقيت فرخه اهي في التلاجة. كمان خدتش لقيت فرخه اهي. اهي لقيت فرخه حلوه يا دوبك. فلا انا سبت ماشي لك. دول الحاجات دي انا لا يا ماما انا هاخدهم خلاص. انا هعملها لهم يا لا ماما. يا انا حبيبتي جايباها لا عشان لا. كنت عارفين انا كنت اشتريت غيرها من وبعدين ما معايا من عنديش فلوسي. عيش، ما عنديش عيش جبت. انا مش بقول لك كنت تجيني، انا كنت اشتريت انا من معايا. حلوه الفرخه دي تكفيهم اهي. فرخه تكفيهم وهاتي لي القياس بقى وهاتي لي الكرنب يلا. فانا هعمله يا ماما، ده انت بترجعي. انت ما توجعيش قلبي انا انا عيان. ده الناس زمان انا جايه. ما انا ما اقدرش اقول لجوز يعني بنتي انا لا. نزلت اجيب فاكهه واجيب حاجات عشان الناس اللي جايه عندي، كنت قولي لي وانا كنت جبت ليا من طب بصي معايا. لرضوا الطرفين اطبخي تحت وخدي كل صحن من كل صنف طلعيه فوق. ازاي جاي عندي ناس؟ بقول لك ايه ما تتخلقيش عليها. طب ما فيش اكل خالص. يلا اتصرفي بقى، روح هاتي له فول وفلافل لو واحد بيبيع فول وفلافل. روح هاتي لي الاكل يلا من جوه، هاتي لي كرنبيط وهاتي لي قصدي الكرنب. يلا كلميه يا ماما مش هيقدر يقول لك حاجه. بصي انا دلوقتي كنت تحت بجيب حاجات وجيت لقيت مامتك فاتحه الثلاجه واخده الاكل اللي انا هعمله بكره، اللي انا هعمله لاهلي النهارده. كنت بجيب عيش وكنت بجيب فاكهه عشان الناس اللي جايه. بقول لها ايوه، ما انا بقول لها والله كنتش عرفيني، انا كنت جبت لها من معايا. بتقول لك انا معيش فلوس. قلت لها كنتش عرفيني، انا كنت جبت وكنت زودت وكنت عملت الاكلين مع بعض وكنت اعطيتها هي الاكل بتاعها. بتقول لي لا وما تعمليش في بيتك وانزلي اعملي تحت. خلاص ماشي هيعمل ايه يعني اهو؟ ماشي. مش هيقدر يقول لك حاجه. قال لك ايه؟ هو قال لي انا هكلمك. خليه يكلمني. ماشي خليه يكلمني وما يكلمني هقول له ايه؟ خليك